السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. السندوتشات السوري مش شرط تبقى شاورما بس. النهارده ان شاء الله هنعمل سندوتشات سوري بس كفته حلوه جدا، سهله وسريعه وهتعجب الاولاد جدا. كمان هنعمل التوميه بطريقتين، وكمان هنعمل العيش وكل حاجه ان شاء الله. كل التفاصيل دي هتشوفوها معايا خلال الفيديو. ما تنسيش تعملي لايك وتنوريني باشتراك في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان باذن الله يوصلك اشعار باي فيديو جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف السندوتشات بتاعتنا مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا بينا على الفيديو. اول حاجه هبدا احضر معاكم العيش السوري، مفيش اسهل منه. معايا دقيق، عليه معلقه صغيره سكر، وزي نص معلقه صغيره ملح. تمام. وهعجن بميه دافيه بس كده، ما بيتحطلهوش طبعا خميره ولا زيت ولا اي حاجه. دقيق وملح وسكر وبعجن بميه دافيه. لميت العجينه كده معايا كويس جدا وهسيبها بس ترتاح عشان تتشكل معايا بسهوله. انا مش عايزاها تخمر ولا حاجه، هي ما فيهاش خميره اصلا. هنا هنبدا نعمل التوميه. معايا كوبايه كبيره من الميه زي مج كده، حطيت عليه معلقتين كبار نشا، وهبدا ان انا ادوبها كويس جدا على البارد. بعد كده هرفعها على النار، وده كده شكلها بعد ما تقلت معايا، بيبقى لونها شفاف كده. نبدا بقى نعمل الكفته. انا معايا هنا بقدونس فرماه في الكبه، بصلتين وسط، ومعايا قطعه من الليه بتبقى حلوه قوي في الكفته دوت، على نص كيلو لحمه مفرومه. ضفت البصل مع الليه مع شويه بقدونس، وشويه البقدونس التانيين دول هنشوف نعمل بيهم ايه دلوقتي باذن الله. البهارات ملح فلفل اسود، وتقدري تكتفي بكده بس، بيبقى حلو قوي في الكفته الفلفل الاسود فكتري منه شويه. انا بقى زودت كزبره، 7 بهارات، جنزبيل بودر، وسنه من القرفه، ورشه من جوز الطيب. طبعا البهارات دي بتفرق جدا في الكفته، ولكن لو مش متوفره عندك اكتفي بالملح والفلفل عادي جدا. معايا بقى الجريل اللي حطيت فيها مسحه زيت، وعجنت الكفته كويس جدا، وهبدا ان انا اشكلها بالشكل ده. في حاجه بس نسيتها هضيفها معاكم دلوقتي على الكفته، وهو الكيك شيف او البيكنج باودر، بيدي هشاشه كده وطراوه حلوه قوي للكفته بتاعتي. انا مش هعملها في الفرن ولا حاجه، تقدري برضو بنفس الطريقه دي ترصيها في صينيه برضو فيها مسحه زيت وتدخليها الفرن عادي جدا. ولكن لو مش عايزه تشغلي الفرن اعمليها في الجريل، بتطلع برضو حلوه قوي. ودي كده الصينيه اللي هعمل فيها العيش. نبدا بقى نشكل العيش. بصوا كوره صغيره خالص، وهبدا ان انا افرده على زيت. بدهن العجينه كده بالزيت، وكمان السطح اللي انا هفرد عليه، وببدا ان انا افردها بالعجله كده بكل سهوله. اهم حاجه ترققي العجينه خالص، يعني العجينه تبقى رقيقه معاكي جدا لدرجه ان انت تبقي شايفه السطح اللي تحتها. تمام زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. وطبعا ولعت النار على الطاسه علشان انا عايزه احط العيش على طاسه سخنه. هو ما بياخدش معاكي اي وقت خالص، يعني مش هقولك كمان دقيقه على النار، لا هو ثواني، حاجه بسيطه جدا. يعني وانتي بتفردي الرغيف التاني هتبداي اللي انتي تقلبي الرغيف اللي على النار مره، وعقبال ما تفردي الرغيف اللي معاكي هيبقى استوى خلاص. حاجه بسيطه قوي، يعني ثواني، خلي بالك عشان ما يتحرقش. اهم بقى خطوه برضو اللي انتي تطلعيه على فوطه، يعني اول ما تطلعي العيش من الطاسه تبداي اللي انتي تغطيه بفوطه زي ما انتي شايفه كده، عشان طبعا ما ينشفش ويفضل طري معاكي. بس كده وبتخلصي كل الكميه. وشايفين العيش بقى طري ازاي؟ بيبقى تحفه وسهل قوي وسريع، وطبعا تقدري تعمليه باكتر من حشوه. هنا الكفته بقى هنسويها على نار عاليه الاول وانتي مغطياها. اول ما تبدا تنزل ميتها بالشكل ده برده هتسيبي الغطا وتوطي عليها النار خالص، وتسيبيها بقى تستوي. ما بتاخدش وقت برده على النار من فوق، وبتبقى تحفه ونتيجتها زي ما انتي شايفه، لا بتفك ولا اي حاجه. وفي الاخر طفيت فيها فحمايه بشويه زيت، وتقدري طبعا تستغني عن خطوه الفحم خالص. دلوقتي بقى هنبدا نحضر التوميه مع بعض. ده كده شكل النشا بالميه بعد ما برد خالص. حطيتهم في الكبه، عليهم معلقتين كبار مايونيز، معلقه كبيره من الخل عشان الخل ده مركز شويه، خدت منه معلقه بس. لو عندك الخل خفيف حطي معلقتين. نص معلقه كبيره من الثوم المفروم بما يعادل 4 فصوص ثوم، معلقه كبيره زيت وملح، ومعايا كوبايه لبن هحط نصها، وهضرب كل دوت مع بعض، وبعد كده هرجع احط النص التاني لحد يعني مظبوط قوام التوميه زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. حطيت خلاص كده كوبايه اللبن، وده كده قوام التوميه، بيبقى تحفه وطعمها بيبقى رهيب. خدت كده جزء في طبق على جنب، هنشوف دلوقتي هنضيف عليه ايه. معايا هريسه شطه او فلفل احمر مفروم، بيبقى حلو قوي مع التوميه وبيديها طعم مختلف عن التوميه الساده، بيبقى حلو قوي وهيعجبكم، جربوه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بستخدمه هو مجمد زي التوم بالظبط، وزي ما لاحظتوا معايا التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض ولا لونه بيغير ولا اي حاجه. وده كده التوميه اللي هي بتبقى الحاميه شويه. تمام، لو حابه يعني تعمليها بيبقى طعمها حلو قوي. نبدا بقى نجهز مع بعض الساندوتش بتاعنا. حطيت شويه توميه وعليه شويه من البقدونس، وحطيت الكفته بالشكل ده، ومعايا طماطم وبصل. تقدري برضو تزودي جرجير او تلغي اي حاجه من اللي انا حطاها زي ما تحبي. حطيت شويه توميه برضو من فوق الكفته، وهبدا ان انا الف الساندوتش عادي جدا.
دلوقتي كمان هنشوف مع بعض ازاي نخلي الساندوتش كريسبي كده وحلو. كمان في فكره، لو انت مثلا عايزه تزودي كميه الكفته شويه تقدري ان انت تقسميها بالنص بالشكل ده، وتبداي ان انت تحشيها في الساندوتش برده، بتبقى حلوه وكل حاجه. بس كده عملت كل الكميه معايا بالشكل دوت. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه تاني. انا معايا قطعه زبده وحطيت عليها شويه زيت عشان ما تتحرقش، وبعد كده بدات اللي انا احط فيها السندوتشات واقلبها من على كل الجهات. طبعا تقدري تعملي الخطوه دي في الطاسه من غير اي حاجه خالص، ولكن انا حبيت ازود الطعم كده من بره فحطيت قطعه زبده وشويه زيت، وده كده الشكل النهائي. بيبقى طعمه حلو قوي وتحفه، وكمان تغيير عن الاكل المعتاد. وطبعا كلنا عارفين لو هتشتري سندوتش واحد بس من بره هيكلفك قد ايه، فاعمليه في البيت بيبقى نتيجته حلوه قوي وهيعجبك جدا. وده كده شكل الحشوه من جوه. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.